واوي 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 واوي. تشعب هواوي وانتشارها في قلب العربيات مع كذا براند ومع كذا حد، يعني خلال سنتين ثلاثة هيبقى مفيش عربية مفيهاش تكنولوجيا من هواوي زي ما انت شايف اهو. يعني ده بوت هواوي، هتلاقي فيه الاودي اهو الكيو 6 ال ستيليتو، وادي ستيليتو، وادي اللوكسيد، وادي الفويا، وادي الليوبارد 8 والافاتار 06، وادي مين تاني، وادي ديبال، وادي جي سي، وادي ايتو. بص كل دول شركة مع هواوي. هواوي اختار الطريق تحسه اسهل شوية، بدل ما نخش احنا نعمل زي شاومي ونعمل عربية ونقعد نرازف في عربيات الناس، نقعد نرازف في خلق الله وننافس في خلق الله. لا، احنا هنلعب في حتة ما حدش بيلعب فيها. كل اجهزة السوفت وير والهاردوير والاوتو بايلوت، كل ما يخص كل الهري ده، 3/4 الشاشات اصلا هواوي. تخيل بقى كل العربيات دي هواوي. هواوي اختار طريق حلو بصراحه، اختارت اللي تفهم فيه، ان هي كده مش هتخش في معضلات ميكانيكيه او مشاكل او حاجات هي ما بتفهمش فيها. لا يا عم، احنا بتوع بورده وبتوع السوفت وير، واحنا بتوع تك، ما احناش بتوع عربيات. هنعمل لكم هنعمل لكم سوفت وير بس، او هنعمل لكم حاجات بتاعتنا بس، اللي نفهم فيها نعمله. بص دي عربيات، بص دي كلها عربيات هواوي شريكة فيها بشكل او باخر، مش بتاعت هواوي، مش بتاعت هواوي بس شريكة فيها، مش سايبة حد في حاله، مفيش حد غير لما شغالة معاه. فظاع. شواحن طبعا شفناها كده اصلا في ايه، كانت في مين، في ايتو. شفنا الشواحن في ايتو. ده الريبوت بتاع الشحن برضه شفناه من شويه في سيكر، بس هنا شغال اهو. نفس بقى التشريحه اللي اتعودنا عليها اهي. لينك جو عاملين دوشه يا جدعان والله العظيم. مازدا، انا زعلان من مازدا والله. اخر عربيه جربتها مازدا عجبتنيش. انا نشوف، انا الاي زد 6 الكلام ده ممكن يزعل الناس، جربتها وما ماشي حالها، بس يعني ما انبهرتش. هي دي ادي الاي زد 6. دي كانت هايبرد ودي الكهرباء اهي. بص انا ما انبهرتش قوي عشان تسعيرها كان مش مريح بالنسبه لي، ما حبيتوش. انا ما حبيتش تسعيرها اكتر من ما حبيتش العربيه نفسها بصراحه. سعرها مبالغ فيه قوي، واخدها في كاتيجوري ثانيه، الكاتيجوري دي ظلماها خالص. في عندهم ايه جديد بقى؟ اي زد 60. العربيه اللي ما عجبتنيش عملوا منها اس يو في. كانت اي زد 6 عملوا اي زد 60، اللي هو خد ما دام مش عاجباك خد واحده كمان. مش حاسسها فولفو قوي ليه؟ بتاعت حلوه شويه. عملنا دي عربيه برودكشن مش كونسبت المفروض يعني. ممكن نلحقها في الصين. بص هو واجهة مازدا كده حلوه وجميله، مختلفناش، لكن احلى حاجه فيها اصلا شكلها. انا بصراحه عجبني الانتيريور، في اختلاف برضه. مرايات، انتيريور شكله لذيذ. هم معسكرين جوه، الصينيين بيباتوا جوه العربيه. تصوري تطلعي يا حاج. الشاشه حلوه، الشاشه الكبيره دي برضه يعني لذيذه. تعال نشوف الشنطه كده، مقبوله برضه مش وحشه، مفيش حاجه يعني. هنستنى لحد ما نجرب،
شكلها حلو. وبرده الاي زد 6 شكلها تحفه، بس انا ما حبيتهاش قوي. استنى التسعير والتجربه، لان دي عربيه برودكشن. الاي زد 60 عربيه برودكشن، مش عربيه الحمد لله. اليوم كان كده بطلوا. انا حاسس الكلام ده كله ما اتسجلش، انا قلت اللي فات ده كله. الله يخرب بيكم. الاي زد 60 حلو، بس نجرب ونشوف السعر. بصوا هو كله حلو، بس بكام بقى؟ هي لذيذه، بس يا رب ما تكونش اغلى من حاجات. يعني ما يطلعش مثلا اي زد 6 مثلا، اي زد 6 دي تطلع اغلى من سونجيلا مثلا. صباح الفل، محدش هيعبرها. بصراحه عندنا، ما بقولش هنا ان هي عربيه اصغر. هي دي شنطتها كانت حلوه انا فاكر. ايوه شنطه البتاع ده والله ما حلوه قوي، شغاله يعني فيها مكان. اقفلي. في حاجه كونسبت عارضينها لوحدها كده يتيمه، وهي كونسبت قوي. ده كونسبت زياده عن اللزوم. ده لسه ما مش دي مش عربيه اصلا، ده موكب. دي مش عربيه اساسا. ده ايه ده؟ مش هي نفس الاي زد 60؟ ده انا مفكرها حاجه مختلفه. ده هي نفس العربيه بس الكونسبت بتاعها ماشي والله حلو. شجاعه. بيقولوا لك بص احنا عملنا كونسبت طلعناه هو زي الحقيقه. مش قوي يعني بس قريب. استنى كده اوريك. ده الكونسبت ماشي. ركزوا بقى. وادي الاي زد الحقيقيه مش بعيده والله، حلوه برضه. لا حلو، ما بعدوش كتير. نفس المقابض تقريبا، نفس البيبان. حلو ماشي. خدت بالي. شاطرين يا مازدا. بكام يا مازدا بقى؟ يا رب ما اكونش غالي قوي، بس انا اخشى التسعير مبالغ فيه. عربيه حلوه لكني اخشى تسعير مبالغ فيه. خلصنا لينكانكو، خلصنا هواوي. القاعده خلصت في السريع. فاضل جيومي. جيومتري قصدي. جيومتري في الاول خالص هناك. هنروح نبص عليها.